هنتكلم في المحاضرة دي عن الشير فورس دايجرام والبندنج مومنت دايجرام. مش هدفنا من المحاضرة إن احنا نتعلم كيفية رسمهم عمليا، ولكن اللي يهمنا من المحاضرة دي إن احنا نفهم معنى كل منحنى منهم وإيه الفايدة اللي بحصل عليها منهم، وبعد كده هنتعلم إزاي نرسمهم بكل سهولة باستخدام برنامج الأنسys. الشير فورس دايجرام بنختصره ب SFD شير فورس دايجرام، والبندنج مومنت بنختصرها BD BMD بيندنج مونت دايجرام. معنى كل منحنى منهم، لو انت عندك بيم، البيم ده متثبتة من هنا بهنجة سبورت بالشكل ده، وعندك هنا وليكن مثلا رولر سبورت، وعندك ديستريبيوتد لود بمقدار معين، وعندك كونسنتريتد لود ايا كان الوضع اللي عندك. لو انا جيت ارسم البيندنج مونت دايجرام، ده منحنى بيعبر عن قيم المومنت عند كل نقطة من الكروس سكشن بتاع البيم. يعني البيم ده ممكن يكون الكروس سكشن بتاعه مستطيل، ممكن يكون دايرة، ممكن يكون شكل غير منتظم زي ما انت عايز. اللي يهمني من البندنج مومنت دايجرام ان انا احدد المناطق اللي بيكون عندها الماكسيمم بندنج مومنت، يعني اقصى قيمة لعزم الانحناء، وده نتعلم ازاي نحسبه في المحاضرة الجاية. لما انت عرفت اقصى قيمة لعزم الانحناء وبالتالي عرفت مكانها، وليكن مثلا ان اقصى قيمة لعزم الانحناء طلعت معايا هنا مثلا، يبقى انا عرفت ان الكروس سكشن ده هو اكتر كروس سكشن متعرض لحمل، وبالتالي ده هيكون الكريتيكال كروس سكشن. يعني ايه الكريتيكال كروس سكشن؟ يعني هتبني تصميمك عليه، يعني ده اقصى مومنت موجود في النقطة دي، وبالتالي لابد النقطة دي تكون تملك ماتيريال كافية بحيث تقدر تريزيست البندنج مومنت اللي موجود عليها. وبرضه بنفس الكيفية قدرت تحدد النقاط اللي البندنج مومنت عندها قليل. يعني مثلا النقطة دي على البيم مش عليها مومنت كبير، او في بعض النقط بيكون البندنج مومنت عليها زيرو، وبالتالي تقدر تقلل الكروس سكشن بتاعك. اذا انت من خلال البندنج مومنت دايجرام مجرد ما تنظر ليه كده بتبدأ تحدد النقاط اللي انت محتاج تدعمها، والنقاط اللي انت بإمكانك تخف منها الماتيريال. اذا بكل بساطة البندنج مومنت دايجرام او حتى الشير فورس دايجرام ده منحنى من خلال النظر ليه بنقدر نفهم مناطق توزيع الأحمال على العنصر اللي عندك. العنصر ده سواء كان بيم أو إليمنت whatever العنصر اللي عندك، بتقدر تحدد النقاط الكريتيكال، النقاط الحرجة، النقاط اللي عليها أقصى أحمال، وبناء على ذلك تبدأ تدعم الأحمال من المناطق دي بماتيريال زيادة. وهتبدأ تعرف برضو المناطق اللي مفيش عليها أحمال أو اللي الأحمال عليها قليلة، وبالتالي تقدر تشيل الماتيريال منها. يعني مثلا في أحيان كتير بنلاقي إن الكروس سيكشن بتاع بعض الأجزاء غير منتظم. يعني أحيانا بتلاقي بعض العناصر واخدة الشكل ده، هتلاقي إن أكبر ماتيريال موجودة في النص. طيب ليه هو خلى الماتيريال أكبر ما يمكن في النص وقللها على الأطراف؟ لأن لما رسم البندنج مومنت دياجرام لاحظ إن أقصى مومنت موجود في المنتصف، وبالتالي زود الماتيريال هنا، ولقى إن المومنت عند الأطراف بيساوي زيرو، وبالتالي عمل الماتيريال بشكل جراديوال أو متدرج، بحيث إن المنطقة اللي فيها أقصى حمل يكون فيها أقصى ماتيريال، والمنطقة اللي فيها أقل حمل يكون فيها أقل ماتيريال. إذا دي عبارة عن خريطة أو تشارت هتوضح لك مناطق تركز الإجهاد على البيم عندك. تعال نشوف بعض الأمثلة. يعني دي بيم عندك، ده هنجد سبورت، وده رولر سبورت، وده البيم السبان بتاعه طوله ال من نقطة التثبيت لنقطة التثبيت، وده الديستريبيوتد لود. ده اللي هو الشكل العام للبيم بتاعنا. أنواع البيمز اللي اتكلمنا عنها: سمبل سبورتد، لو انت عندك هنجد سبورت او بن هتلاقي عندك قوة رأسية وقوة أفقية. وده رولر، وده الفيكسد سبورت اللي قلنا بيكون عندها قوتين
بالإضافة للمومنت، ده بنسميها كانتليفر في الحالة دي. أما لو أنت عندك نقطتين تثبيت وعندك أحمال من الاتجاه ده، أو البيم بتاعك مكمل، ده هتسميه أوفر هانج. طيب تعال نشوف بعض الحاجات الثابتة كده اللي بناء عليها هتقدر تكون فكرة البندنج مومنت دايجرام أو الشير فورس دايجرام اللي طلع معاك من الأنسز، هتقدر نوعا ما تحكم عليه هل هو منطقي أو لأ. يعني مثلا لو أنت كان عندك اللود أو طريقة التحميل بالشكل ده، هتلاقي الشير فورس دايجرام طالع معاك بالصورة دي، عبارة عن كونستانت، قيمة ثابتة وبعد كده نزل قيمة ثابتة في الاتجاه السالب. والمومنت هتلاحظ دايما إن هو تكامل الشير فورس دايجرام، يعني ده عندك كان من الدرجة الصفرية، أصبح لما أنت كملت عندك بقى لينير من الدرجة الأولى. وكذلك لو كان عندك كونستانت أو distributed لود، الشكل المتوقع للشير فورس دايجرام إن هو لينير، وبالتالي المومنت الشكل المتوقع ليه إن هو يبقى بارابوليك. أما لو كان الحمل عندك لينير، هتلاحظ إن شكل الشير فورس دايجرام هيكون بارابوليك، والمومنت هيميل إن هو يبقى كيوبيك. أنا هدفي من دول إيه؟ هدفي من دول إن لما أدخل في برنامج الأنسيز ونشوف شكل الأحمال أو شكل توزيع الأحمال، نقدر نكون فكرة الحمل اللي معانا ده فعلا قريب من الواقع ولا لأ، بناء على طريقة التحميل. كذلك بعض العلاقات اللي تهمنا، لو أنت عندك اللود مومنت، هيكون ده شكل الشير فورس دايجرام كونستانت، وشكل المومنت عامل كده. وكذلك لو أنت عندك كانتليفر متحملة بالطريقة دي، هتلاقي الشير فورس دايجرام بالصورة دي، والمومنت طالع معانا بالصورة دي. أما لو كونستانت، هتلاقي العلاقة لينير والمومنت بارابوليك. حاجات زي دي هتظهر معانا واحنا شغالين في برنامج الأنسز، ونقدر نحكم بناء عليها الحل بتاعنا ده صح أو الحل بتاعنا ده خطأ. تعال نشوف بعض الأمثلة على الشير فورس دايجرام والبندنج مومنت دايجرام. ده البيم اللي عندك متحمل أيا كان شكل الكروس سكشن بتاعه، مثبته من الاتجاه ده ومن الاتجاه ده بمنطقتين تثبيت مختلفتين، ومحمل عند النقطة C بقوة وعند النقطة D بقوة وعند النقطة A بقوة. لما أجي أرسم الشير فورس دايجرام هيطلع معانا بالصورة دي، وبالتالي تقدر تحدد إن والله الكروس سكشن من المنطقة دي للمنطقة دي، والله ده محتاج ياخد أكبر تدعيم عندي لأن ده عليه أكبر شير فورس. أما مساحة المقطع من سيل دي، والله ده عليه شير فورس قليلة، وبالتالي أقدر أقلل من سمك الماتيريال هنا أو من مقدار الماتيريال هنا. وهكذا هتروح للنقطة من E ل B، هتلاقي إن دي عليها أكبر شير فورس، وبالتالي هتكون دي الكريتيكال كروس سكشن لو أنت باني على الشير فورس دايجرام. إذا من خلال الشير فورس دايجرام قدرت تحدد المناطق اللي أنت محتاج تدعمها، اللي هي المناطق اللي عندها أقصى إجهاد، اللي هي المناطق دي تطلع للبيم. البيم دي طولها 2 و2 4 و3 7 و1 8. إذا المنطقة من 0 لحد النقطة دي محتاجة تدعمها. أما المنطقة دي محتاجة إن أنت مثلا تقلل الماتيريال فيها، وبناء على ذلك تقدر تاخد قرارك بناء على الشير فورس دايجرام اللي عندك. كذلك ده البندنج مومنت دايجرام، قدرت تحدد أعلى قيمة للبندنج مومنت دايجرام أو للبندنج مومنت، وبالتالي عرفت مكانه، وبالتالي تروح للكروس سكشن ده اللي هيبقى كريتيكال، وده اللي هتبني تصميمك عليه. بدون رسم الشير فورس دايجرام والبندنج مومنت دايجرام ما كناش هنقدر نحدد الكريتيكال كروس سكشن اللي هنبني شغلنا عليه. كذلك ده مثال تاني لشكل تحميل القوى. ده عندك continuous non uniform force، وعندك moment، وعندك force، وعندك distributed load. هترسم الشير فورس دياجرام هيطلع معاك بالصورة دي بناء على الأحمال والتثبيتات. هتلاحظ إن أكبر شير فورس عندك موجودة فين؟ موجودة من النقطة دي للنقطة دي، وبالتالي أنت عرفت الكريتيكال كروس سكشن موجود معاك فين. وصل النقطة دي كده، وبناء على ذلك تبدأ تحدد إن الماتيريال من هنا لهنا يكون لها كروس سكشن بمقدار معين. هتلاحظ إن الشير فورس دياجرام هنا قليلة، وبالتالي تقدر تقلل الكروس سكشن، وهكذا. بنفس الكيفية ده البندنج مونت دياجرام لنفس البيم، وقدرت تعرف الكريتيكال كروس سكشن فين، وتقدر تبني أحمالك عليه. ده بكل بساطة
معنى الشير فورس دياجرام والبندنج مومنت دياجرام، وفايدة استخدام كل دياجرام منهم قبل عملية التصميم النهائي.